من محبي الرياضة ومن محبي كرة القدم، وتابعتم تاريخ مشاركات المنتخب المغربي في كؤوس سابقة. ما الفرق بين المشاركات السابقة والمشاركة الحالية من وجهة نظركم الرياضية؟ أظن أن هذا الجيل الحاضر له فرصة من ذهب من أجل أن يبصم على مشاركة متميزة في كأس العالم. يعني الحمد لله الفريق الحالي، اللاعبين السابقين كذلك كانوا متميزين. يعني منذ 1970 أول مشاركة لنا في كأس العالم يعني بقي حاضر إلى حد الساعة في الأذهان. يعني لاعبين يعني من الطراز العالي. مع الأسف كان يخونون الحظ. يعني لو نشاهد مباريات المنتخب الوطني في 1970 في 1986 كيف سجل علينا هدف في اخر دقيقه، في 94 كذلك، اخر مونديال في روسيا. دائما الحظ كان يخون العناصر المغربيه. نتمنى هذه السنه ان تكون موفقه اكثر، وان يكون الحظ الى جانبها، بالنظر الى التقنيات التي تتوفر عليها، وبالنظر كذلك لاحظت يعني انهم اللاعبين يلعبون في كبريات الدوريات الاوروبيه. يعني لو اخذنا التشكيله يعني نتمنى ان شاء الله ان يكونوا في الموعد، واكيد نحن متفائلين، وان شاء الله ستكون المشاركه المغربيه هذه السنه في هذه الارض الطيبه. ستكون دوله قطر شقيقه فعل خير علينا ان شاء الله، حتى نبصم على مشاركه ناجحه ومتميزه ونذهب الى ابعد الحدود ان شاء الله. لا أعرف لماذا سعادة السفير دائما في ذهني مشاركة كأس العالم فرنسا، مونديال فرنسا، ربما هو عامل السن، لكن نعم. أذكر تلك المشاركة، وتقريبا المنتخب المغربي أبكى كل الجماهير العربية في كل ما حدث، خصوصا وقدم مباريات كبيرة ومهمة، خصوصا تلك التي كانت مواجهة النرويج بهدفين لهدفين أو الانتصار بثلاثية على المنتخب الاسكتلندي. لكن نأمل خيرا إن شاء الله، ونؤمن جدا بقدرات لاعبينا المغاربة في هذه النسخة. ومثل ما أكد سعادة السفير محمد، ستكون دولة قطر فال خير على المنتخب المغربي وكل المنتخبات العربية، لأن المقيمين والقطريين وكل الجاليات العربية ستقف وراء منتخباتنا العربية. طيب دعونا نقترب الآن من مقر إقامة المنتخب المغربي. كيف سيعيش المنتخب المغربي أجواء هذه الكأس العالمية في دولة قطر؟ مع أمين السبتي. وسط أبراج الدوحة الفاخرة يرتفع مقر إقامة المنتخب المغربي في قلب منطقة الأعمال والتسوق المزدهرة موقعه، وعلى زرقة البحر الرائعة إطلالته. إدارة الفندق خصصت طابقين لإقامة اللاعبين ومن يشتغلون في الصفوف الأمامية وراء المنتخب.